السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش اللايك والشير وصلوا على النبي في التعليقات. وتعالى معايا شوف أحد هزازي الرؤوس وما زال حتى الآن، وهو الصحفي صبحي عبد السلام. مفيش فايدة يا جماعة. اسمع كده بيقول إيه؟ بين قوسين كده انا اسف، يعني منظومه العار اللي بتدير كره القدم في مصر. كابتن محمود الخطيب اثبت لنا المثل اللي بيقول انه في ناس ملكيين اكتر من الملك، يعني في ناس بتنحاز للملكيه اكتر من الملك نفسه. فراح كابتن الخطيب ادى قلم بقى للمنظومه كامله، في الوقت اللي بيصارعوا وبيجاهدوا وبيكافحوا علشان يجمعوا جمعيه عموميه ويغيروا اللائحه بما يسمح للاهلي بالعوده والمشاركه في البطوله. فجاهم محمود الخطيب وقال لهم انا مش مشارك واللائحه مش هتتغير والاهلي مش هيلعب في البطوله. مش هقول انه بيعاقب نفسه، هو برضه الراجل حاسبها هو ورجالته بالورقه والقلم. اجنده الاهلي في الموسم اللي جاي اللي فيها دوري ابطال وممكن يبقى فيها سوبر وفيها كاس عالم للانديه وفيها دوري وفيها بطولات كتيره جدا. هو شايف ان بطوله الكاس هي اللقب الاضعف اللي في الزحمه دي ممكن يضحي بيه، فهو قرر انه ما يلعبش بطوله الكاس السنه الجايه. مش الكابتن محمود الخطيب قرر التزاما باللائحه وتطبيقا للائحه، لا، هي دايما مصالح الاهلي فين ومجلس اداره الاهلي بيروح وراه. هو ده الكلام اللي انا بضرب بيه مثلا في اداره الزمالك. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا دلوقتي، الأهلي دايما عامل حرقات. يا سيدي شوف لك شغل غير الأهلي، مفيش فايدة فيك. هزازين هزازين يعني.